السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله ونستعين به. زي ما وعدتكم اني اعمل معاكم فيديو عن اكل المحلات بكل تفاصيله في البيت من غير ما تروحي اي محل قلب اختك. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض سندوتشات البرجر وستريبس الفراخ. ودي المقادير اللي هي بتاعت السندوتشات نفسها: الخيار والفلفل والطماطم والخيار المخلل والصوصات. وعملنا جنبهم حبة بطاطس محمرة والكايزر، والصوص اللي يعجبك بقى تحطيه، وصوص الجبنة. نبدأ مع بعض المقادير بتاعة البرجر. هنقول معلقة كبيرة لون طعام أحمر، نص كيلو لحمة مفرومة، بصلة صغيرة، كوب فول صويا، ومعلقة كبيرة جنزبيل، ومعلقة كبيرة قرفة ناعمة، واتنين معلقة دقيق، واحدة معلقة بابريكا، وواحدة معلقة توم باودر وفلفل وملح، ونحطهم في الكبة مع بعض. نيجي بقى يا حبايب قلبي مع بعض بقى نشوف الستريبس بيتعمل ازاي. هنجيب صدر فرخة ونقطعه صوابع، ويبقى معانا برضو في المقادير كوب دقيق، ومعلقة نشا كبيرة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة توم باودر، ومعلقة بابريكا، ومعلقة بصل باودر، ومعلقة كاري، ومعلقة كركم وملح وفلفل اسود وزيت للقلي. زي ما انت شايفة كده بنجيب صدر الفرخة وبنقطعه صوابع عريضة وتكون برضو كبيرة، وهنيجي نقطعهم كده صوابع ونحط عليهم التوابل كلها ونقلب مع بعضهم كده. تقلبهم تقليبة حلوة كده عشان يتشرب منهم، وتسيبهم نص ساعة تركنيهم. لو مستعجلة اعملي على طول، مش مستعجلة اركنيهم، مفيش مشكلة خالص. زي ما انت شايفة كده تتبليهم كويس وتقلبي فيهم كده شوية. نجيب بولة بقى ونجيب حبة دقيق ونحط عليهم معلقة نشا كبيرة. زي ما وصلنا كده يا جماعة هنا نعمل لايك واشتراك. هنيجي هنا نجيب الدقيق عليه معلقة نشا، ونحطه في مية ساقعة متلجة كده، ونرجع تاني نحطه في الدقيق وفي النشا. عايزة تحطيها عجينة سايلة بتحطيها عجينة سايلة، وترجعي تحطيها تاني في الدقيق والنشا، وتحطيهم في التلاجة او في الفريزر. الافضل تحطيه في الفريزر لحد ما يتلج. تجيبي زيت غزير وتحطيه في الطاسة او في حلة زي ما تحبي. عايزة تعملي حبة زيت زي كده برضو مفيش مشكلة. وتسخني الزيت قوي كده وتنزلي. يا ريت تكوني حاطه الفراخ ديت في الفريزر علشان تبقى مقرمشه جامد من بره وطريه وجوسي من جوه. بصي اول ما بتحمر كده بتديك اللون الاصفر دوت، وتبداي تطلعيها ايه وتنشيليها على ورق مناديل او ورق زبده زي ما تحبي، او مصفى. الافضل تبقى مصفى. اصل انا طبعا عشان ايه كنت مستعجله حطيتهم على مناديل. ماشي. عايزاكم بقى تدعموني بلايك وشير وتشاركوا معايا في القناة عشان نكبر مع بعض كده، عشان انا عايزة اكبر بيكم وليكم، وعايزة اوريكم كل جديد معايا. سمي الله كده ونذكر ربنا طول ما احنا واقفين. والاستغفار يا جماعة ده اكبر حاجة بتفك الكرب والهم. زي ما اتفقنا يا جماعة الزيت يكون غزير ويكون سخن جدا عشان الفراخ تطلع مقرمشة من بره وطرية وجوسي من جوه. بعدها نقلي حبة بطاطس كده جنب السندوتشات. ودي كده يا جماعة ايه المقادير بتاعت السندوتشات: شرايح طماطم رقيقة، وفلفل رومي رقيق، وخيار رقيق، وشرايح طماطم، وشرايح فراخ، والكاتشب والبرجر والمخلل والكايزر. بعتذر يا جماعة عن الصوت عشان المايك ما كانش مظبوط. بنجيب الكايزر هنا ونحط فيه واحدة برجر وعليها قطعة خيار وقطعة طماطم وفلفل، وبندهن الصوص في الكايزر والجبنة والكاتشب، ونحط خيار مخلل طرنشات لو متوفر عندك. وتحطي لو حابة تحطي طبقة تحطيها، لو حابة تحطي طبقتين بتحطيهم برجر، بس انا كنت عاملاها طبقة واحدة عشان الكمية اللي عندي كانت قليلة. بنجيب هنا سندوتشات الستريبس برضو، بنفتح الكايزر ونضع فيها الصوص وقطعة الخيار والفلفل والطماطم، ولو متوفر عندك خس برضو يبقى تمام قوي، بس انا ما كانش متوفر عندي.
ونحط عليه كاتشب، ونحط عليه قطعة ستريبس وخيار وطماطم وفلفل تاني. بتحطي قطعتين، انا كنت حاطه قطعتين، حابه تحطي قطعه واحده مفيش مشكله. وتحطي عليها خس وصوص كاتشب. وبألف هنا على قلوبكم حبايب قلبي، وانتظروني ان شاء الله نعمل مع بعض الفراخ الفرايد تشيكن بإذن الله. زي ما شايفين كده يا حبايب قلبي، الستريبس كده عندي كان متوفر موجود قطعتين كده، حطيت منه قطعتين، لكن البرجر كان عندي هما دول المتوفرين عندي، فهم دولت اللي قدرت اعملهم. والخيار المخلل كمان متوفر عندك. الخس الكابوتشا هتحطي واحدة من تحت وواحدة من النص وواحدة من فوق. ولو متوفر عندك الجبنة المدخنة او اللانشون هتحطي برضو واحدة من تحت وواحدة من فوق وواحدة من النص. كل اللي متوفر عندك تقدري تحطيه او تقدري تجيبيه من السوبر ماركت لو انت عايزة ايه تزودي السندوتش زيه زي بتاع بره بالظبط. برضو اللي انا عاملهولك دوت طعمه فعلا ما شاء الله عليه، اللهم بارك، طعمه جنان. وبكده حبيبة قلبي تبقى انت عملتي وجبة جميلة لأطفالك مضمونة في البيت. ولو بتشتغلي وما عندكيش وقت ممكن تبعتيلي وتكتبيلي في التعليقات وانا اقولك على احسن نوع ستريبس موجود في المحلات. وبكده تبقي عملتي اسرع وجبة اول ما تيجي من الشغل من غير مجهود خالص يا قلب اختك هتعمليها. ولو عايزة برضو نوع برجر كويس اكتبيلي في التعليقات وانا برضو هعرفك افضل نوع برجر موجود زي اللي انا جايبة منه دوت. برضو تقدري تعمليه في البيت وتبقى وجبة سريعة معاكي. حابة تعمليه بالطريقة اللي انا قلتلك عليها، انا برضو بعمله ساعات. حابة تجيبي لحمة مفرومة وتعملي بيها البرجر، انا قلتلك على المقادير وعلى الطريقة. بتحطهم كلهم في الكبة وتضغطي عليه. كده نكون خلصنا، انتظرونا في فيديو جديد.